السلام عليكم يا شباب. ده تمثال الملك خفرع مصنوع من حجر الديوريت. تعال بقى نشوف تفاصيل التمثال ده، وتعالى يعني حجر الديوريت ده من الأحجار الصلدة أو الأحجار التي يصعب تشكيلها. تمام. ده تمثال الملك خفرع وده حورس. تعالى بس أنا عايز نتكلم مع بعض حاجة كده سريعة. أنا معاك إن الحضارة المصرية القديمة هي قامت على أجدادنا مصريين قدماء، وإحنا أحدهم قامت بعلم ومعرفة بالعلوم ومعرفة بالأحجار ومعرفة بكل شيء. بس ما تقوليش يا صديقي إن ده اتنحت يدويا، ده يستحيل يتنحت يدويا. وأنا بتحدى أي نحات موجود في العالم، مش مهم الوقت اللي تاخده، بس طلع لي تمثال من حجر الديوريت بالشكل ده بالنعومه دي بالدقه والتفاصيل ده. ما تقوليش ان الموضوع موضوع بدائي او معدات بدائيه حصل بها النحت ده. لا لا لا، انا معاك ان الحضاره حضاره مصريه خالصه من اجدادنا، اتعملت بالعلم والفكر والمعرفه. بس ما تقوليش ده اتعملت بادوات بدائيه، يستحيل تخرج بالتفاصيل ده والنعومه دي والدقه دي. على فكرة الصورة حاجة والحقيقة حاجة تانية. أنا شايفه حاجة مهيبة ورهيبة بصراحة. يستحيل إن معدات بدائية تخرج حاجة شبه كده. مش مهم الوقت، أنا ما بكلمكش على الوقت، بس أنا بكلمك على التفاصيل والدقة دي. يستحيل أدوات بدائية تخرج حاجة بالمنظر ده. وأنا أتحدى أي مخلوق في علم النحت انه ينحت، مش مهم الوقت، انه ينحت حجر ديوريت بالطريقه دي. تمام. ويطلعه بالتفاصيل ده والنعومه دي والدقه دي. ده تمثال الملك خفرع، وهو موجود في المتحف المصري. انا احمد سفاري، دي صفحه زي الاشارات ما بتقول. شرفنا بمتابعتك لي على قناتي على اليوتيوب، على صفحتي على اليوتيوب على الفيسبوك. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.